السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم واحد اللحيمات بالبرقوق، كنقولوا ليه حنا الطاجين د اللحم بالبرقوق، معروفين به في المناسبات. كيجي رائع وشوفوا تبارك الله ما شاء الله، هاد التبصيل راه كيشهي ما شاء الله وشاكر راسو براسو. نتمنى إن شاء الله تعجبكم الوصفة ديالي تاع اليوم، وتشوفوا معايا الطريقة البسيطة بالنسبة للمبتدئات، راها ساهلة، واللي ما كتزعمش على اللحمة بالبرقوق تجي تزعم معايا في هذا الفيديو. راه سهل ومبسط، ومن اليوم غيبقى يجيك اللحمة بالبرقوق كتجيك رائعة. بسم الله على بركة الله. كما كتشوفوا هنايا عندي في كوكوط درت اللحيمات، نتوما قدر المستطاع كيلو نص كيلو، يعني اللي كان، يعني غادي ديروا غير نفس الطريقة وصافي. هنايا درت معلقة مع مرش ديال السكينجبير، معلقة مع مرش ديال الخرقوم، والإبزار حتى هو معلقة مع مرش، كنعبر بمعلقة غير صغيرة، ودرت واحد نص معلقة ديال القرفة، ما بغيتش نكتر القرفة باش ما تجينيش المريقة كحلة. وهنايا درت عويدة القرفة في الأول، ودرت كاس ديال الزيت، كاس ديال الزيت، كنعبر بكاس ديال العنبة لأن أنا عندي قياس 2 كيلو ديال اللحم. وهنايا الملحة على حسب الذوق. صافي هنايا وغادي نجيب واحد الطوبة ديال السكر صغيرة، يعني الطوبة ديال السكر كنقسمها على 2 ديال الأتاي، كنقسمها على 2، وإلا عندكم هادوك ديال القهوة صغيورين كديروا جوج طريفات. وهنايا كنجيب واحد 3 ولا 4 ديال الفصوص ديال الثومة، كنحكهم في الحكاكة رقيقة، وغادي نضيف إن شاء الله البصلة. البصلة هنايا كما قلت لكم اللحيمة ما كتبغيش البصلة بزاف، ماشي بحال الدجاج. هنايا كما شفتوا معايا غادي ندير تقريبا واحد 3 ديال البصلات كبارين، لان كما قلت لكم راه عندي اللحيمه بكميه كثيره. صافي كنشنفو غير بحال هكا، اللي بغى يشلض البصيله ديالو يشلضها، اللي بغى يقطعنا بحال هكا كنقسم البصيله على 2 ونعاود نقسمها على 4، يعني وكنقطعها بحال هكا، وما غادي نشحر ما حتى شي حاجه كما غادي تشوفوا معايا هنايا. صافي هنايا وغادي نمرق. راه كما قلت لكم شتي هاد الطويجين راه سريع وساهل، كيجي عرفتي معلك وكيجي بنين. هانتوما درت الكاس الاول، وغادي نضيف الكاس الثاني، وغادي نضيف الكاس الثالث، ونضيف الكاس الرابع. صافي، لان البصله واللحم وداك الماء راه غادي يطلق المريقه ديالو، لان انا هاد الكزه اللي تنتقدم من عنده اللحيمه طريه وزوينه ودغيا كطيب فتيه. صافي هنايا شديت على الكوكوط وغادي نوجد البرقوق انا راه كنضيف ليه كلشي من الاول، لاني انا كنصايبو على يديا دغيا كيطيب. درت القرفه، درت السكر، صافي والماء الكافي اللي فاش غادي يطيب، ورديتو على البوطه. صافي هنايا من بعد ما دازت واحد ساعة الا ربع، طابت اللحيمة ما شاء الله، جات معلكة، جات غزالة، ما زدت لا ما لا حتى شي حاجة. بطبيعة الحال كتمهلو على البوطة، من بعد ما كتصفى الكوكوط كتمهلو على البوطة وتخليوه يطيب على خاطرو. هنايا اللي بغى يزيد يخليه يتشحر شوية على هاد القياس يخليه يتشحر، واللي عنده الوليدات وخصو باش يغمسو يخلي فيه شي شوية د المريقة. ولكن ما شاء الله واخا خليت فيه شوية د المريقة راه ما شاء الله راه جات ديك المريقة خويط غزالة معلكة يا سلام. وحتى كما قلت لكم الطريفات ديال اللحم اللي كنجيب دائما كنجيب من الكتف كتكون اللحيمة ديالو فتية وطرية، كتجي معلكة وكتجي زوينة. وهنايا كتختلف الأذواق وكل واحد ومنين كيبغي اللحيمات يشري منهم، يعني راه كتختلف الأذواق وكتختلف الطرق، وكل واحد ليه واسع النظر كما تيقولوا. هنايا جبت الطبيسيل ديالي كما كتشوفوا باش نستف اللحيمات، وما شاء الله راهم كيشهيو. ولكن راه عرفتي يا سلام يا سلام. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم، وبالنسبه للمبتدئات. وحنايا راه شوفوا راه شي كوزينه راها بحر، يعني الانسان كيتفنن. يعني الا كنتي كتبغي واحد الحاجه كتبدع فيها وكتصايبها بواحد الحب. يعني الحاجه الا دخلتي الكوزينه حيت كتبغي الكوزينه وتصايب، سبحان الله راه كتجيك الحاجه بنينه. ولا كنتي داخل ما عجبك حال في الكوزينه راه بطبيعه الحال
أنت تطيب هاكا والمذاق يخرج من هنا ولا إله إلا الله محمد رسول الله. حنا غير كنضحكوا شوية. لا صراحة شوفوا إلا بغيتو تصايبوا شي حاجة دخلوا تصايبوها بخاطركم وبكل فرح وسرور، وإن شاء الله غادي يخرج كلشي. المهم كيتلاقاو دوك المذاقات، شوية ديال الطياب، شوية من البن، وشوية ديال الحب، كيخرج واحد الطبق يا سلام. بغيت نضحك معاكم شي شوية. وهنايا غادي نستغل الفرصة وغادي نشكر جميع المشتركين اللي عندي، سواء من داخل المغرب أو خارج المغرب، وسواء من جداد ولا القدام، كنقول لهم مرحبا بكم والقناة قناتكم. ونتمنى إن شاء الله نكون خفيفة ظريفة على قلوبكم، ونكون كندير هاد الشي كيعجبكم وتستافدوا منه إن شاء الله، وكنستافدوا من بعضياتنا. يعني أنا كنصايب بواحد الطريقة، الأخرى كتصايب بطريقة أخرى، الآخر كيصايب بطريقة أخرى يعني، وكنكملوا بعضياتنا. فالكمال لله تعالى، حتى شي واحد ما كامل. بالعكس شوف، يكون الإنسان غير راسو صغير، شي واخا يكون بنادم كبير غير يكون كيتقبل الفكرة وعجبته واحد الحاجة يعني عادي. يكون واحد صغير صايب واحد الحاجة غتعجبني على اللي كان صايب، عاوتاني واحد كبير كتستافدوا يعني، كنكملوا بعضياتنا بهذا المفهوم هذا. وهنايا إن شاء الله نتمنى إن شاء الله نكون خفيفة ظريفة على قلوبكم، ويكون هادشي كما قلت لكم تيعجبكم، نتمنى إن شاء الله. وصراحة راه هاد الطريقة هادي ديال الطاجين البرقوق راها كتجي رائعة، نتمنى إن شاء الله تعجبكم. وهذا ما كان. وهنايا كما كتشوفوا معايا غادي نبداو نسفو في البريقيقات ديالنا، راهم تبارك الله طايبين معسلين كما قلت لكم. شوفوا في الوقيته ديال البرقوق، علاش ما ناخذوش البرقوق واحد الكميه معقوله اللي غادي تعرف دوز لك واحد العام، وكنصايبوها ونديرها في الكونجيلاتور. عرفتي راه كيجي رائع وكيطيب دغيا، كيكون غالي هو فاش كتبغي تمشي تشريه. هاد البرقوق اللي لابس من المحلات كيكون ثمنه زايد، ولكن فاش كنكون أنا شريتو باقي خضر وطيبته وصايبته ودرتو في الكونجيلاتور، يعني واحد يعني بحال اللي عطاه لك شي واحد. والله العظيم إلا زعما هاد من نصيحة مني، راه عرفتي منين بديت كنصايبو ما عمري بقيت كنشريه. يعني كيبقى لي على طول، يعني ماشي غير ضروري كديرو غير في الطاجين مع اللحيمات، يعني مع الدجاج، مع تبغيو تزوقوا به طاجين ولا ديروا به عصير، يعني عنده عدة استعمالات. ونتمنى إن شاء الله تكون هذه الوصفة نالت الإعجاب ديالكم، وغنقول لكم شكرا ومع السلامة إلى فيديو آخر بإذن الله.